ايه اللي خلاك تديله الورقه الصغيره يا دكتور فاروق اللي مكتوب فيها كلام ربنا؟ ندي لهم سورة الفاتحة من القرآن الكريم وكأنها يعني حفاظ حصن حصين يروح معهم، لأن احنا خايفين عليها بدي بالذات أكبر من أي رحلة تانية. فرحت. ده زي ما والدتك كانت بتحصنك بالمصحف وانت في صغير من السنبلاوين، عملت بالظبط نفس التصرف. فقلت للمجموعة واحنا بنتكلم، قلت لهم أنا عايز أدي لكم سورة من القرآن لحمايتكم. فالكبير بتاعهم ديف سكوت قال لي احنا محتاجين كل حمايه من اي دنيا هجيبها لنا. من كل الاديان. صح. فالمهم انا عملت ايه، انا خدتها بجد. فخدت الصفحه دي تكون بالعربي وبالانجليزي عشان يبقوا عارفين ايه بتقول ايه. والليله اللي قبلها خدت كان عندي بقى كنت واصل عندي 4 بنات، فخدت ال4 بنات ووقفوا ورايا وقلت لهم هنصلي عشان ونعمل دعاء ان ربنا يحمي هذه السفينه 15 ابريل. وقفوا ورايا وصلينا العشاء وكده، وبعدين خليتهم هم جم وراحوا كاتبين اسميهم لانهم صغيرين وطاهرين يعني وطاهرات، ومضوا باسميهم على الصفحه دي. كريمه وسوريا ومنيره وسوريا وكريمه وفيروز. ومضوا عليهم باساميهم اللي حتى بتعرفش تكتب، كتب نقول لها الاول كاف وبعدين دي وبالحروف واحده واحده، وكتبوا عليهم خدتها واديتهم للرواد ياخدوها معاهم. يعني ارمسترونج طبعا معاه الفتح حاجه عظيمه، انما كان معاه اسماء في بنات فاروق الباز طلعوا فضاء. فانا رجعت على امريكا عشان مراتي وبنتي هناك، وعايز بدور على الشغل. هدور على شغل على رايك، ما انت هتاخد وقت. في الوقت ده انا هعمل ايه؟ ما انا قاعد عند حماتي، ولادي وبنات بنت مراتي وبناتي بياكلوا هناك وبيشربوا، فانا لازم يبقى ليا يعني مصدر رزق عشان اساعد. فادور على شغل فين؟ مش هلاقي في حته، كنا ساكنين في حته يعني قريه كده بعيده عن بوسطن شويه. فانا هعمل ايه في الحته دي؟ ما هو الناس كلها بتعمل كده. لقيت ان في اعلان بيقولوا وي نيد بينترز تعمل كذا كذا، فروحت للشركه بتاعت البويات دي، انا جاهز ومستعد اشتغل عنكم ولا عندكم كذا كذا. لا تعرف تعمل كذا؟ قلت له رحت وشفتهم اول الناس بيعملوا ازاي وعملت زيه وبقيت كويس خلاص، وقعدت 3 اشهر اعمل. لا والله ده انت كان بيت كده. الله اعلم كان بيت، انما يعني والله كانت عمليات في حوالي 12 يعني نقول 12 بيت عمليات. لا عايز اعرف كنت صنايعي شاطر يعني ولا نص كم؟ لا زيهم زي صنايعي ممتاز. زي المعلمين يعني. بشوف المعلمين دول بيعملوها ازاي وبعمل زيه تمام، وببص عليه من اول ما ادخل هو واقف كده من ناس طيب. يعني دي شغلتهم. طيب بص يا دكتور فاروق، انا في اسئله يمكن لو انت ما كنتش وصلت للمكانه اللي انت فيها كنت هتحرج اسالها، بس بما انه دي رحله عمر وحياه وخبره، انا عايز اسالك وانت بتدهن البيوت ما كانش عندك كسره نفس؟ لا ليه؟ اي عمل شريف، وانا انا بجمع فلوس عشان اساعد في تاكيل بنتي ومراتي وبناتي. ده في حياتي. لان انا كان معايا بنتنا منيره الكبيره كان 2 وبنتي الثانيه سوريا اتولدت هنا. والدكتور والمستشفى كان اسمها مستشفى الجمهوريه البلد يعني اللي في عابدين كانوا عايزين 35 جنيه. طب انا الدخل بتاعي 0، هجيب 35 جنيه منين؟ فزمايلي بقى واصحابي اللي بيديني 2 والديني 5 لما جمعت الفلوس عشان البنت تتولد في مستشفى، لان انا مش ضامن. فحصلت الولاده دي فجت سوريا. يعني انت بنتك تكاليف ولادتها جمعوها زمايلك ليه؟ زي اصحابي. ما الدخل بتاعي بقى لي 6 اشهر، ما العمليه دي خدت لها 6 اشهر، انا جاي في اكتوبر، البنت اتولدت في مايو. فبقى لي 6 اشهر معدم. يعني كنت بمشي من القبه لوزاره التعليم العالي ماشي عشان ما عنديش 3 تعريف اركب الاتوبيس. انا عادي ومهم، وما كنتش بزعل، وارد. فالمهم لما انا اتحبست قوي كده. الحادثه الاخيره اللي تعرضت لها زوجتك ربنا يديها الصحه اخذت منك ومن الاسره كلها مجهود عصبي وعاطفي وبدني كمان كبير. انت صحيح فضلت قاعد مع زوجتك في المستشفى اكتر من شهر بايت
ورفضت انك تسيب المستشفى ابدا لحد ما هي تخرج؟ 3 اشهر. 3 ما زوجتي اللي عانت معايا في كل البلاوي اللي انا بتكلم عليها ديت، خلاص طبعا الواحد دي على تعظيم سلام. هي حصل حادثه سير، حادثه سياره بالليل وهي مش عارفه، يعني راح من بوسطن على ولايه اسمها نيو هامشير بالليل، وكان فيه ميه على الاسفلت. بس عندنا في البلاد اللي احنا عايشين فيها التلج لما الدنيا درجه الحراره تقل يتحول الميه دي الى تلج. بس بيسموه بلاك ايس، يعني مش يتشافش خالص. فهي ماشيه بالعربيه عادي 60 كيلو في الساعه وماشيه ولا 80، وعربيه نقل كبيره ماشيه جنبها كده، فالهواء بتاع عربيه النقل زاحت العربيه دي فوق التلج، متزحلق فاتزحلقت العربيه كده ووقعت فاتقلبت واتكسرت. وهي ما لهاش دخل في القصه خالص يعني. بس فالحمد لله اتخبطت راسها فدخل دم في المخ وعمل كذا كذا، فاضطرينا بقى نعمل العمليه الكبيره دي، وهي بقى فقدت الوعي طبعا. وبعدين في المستشفى كانت في كوما، كان في غيبوبه لفتره طويله. ما انا بقول لك هم ال3 اشهر دول ما كنت في الكوما. لا بس انا يعني هي ممكن حد يقول ما انا مراتي في غيبوبه، ممكن اروح شويه مش حاسه مش داريه انا موجود ولا مش موجود. انا سمعت انك اصريت انك تفضل قاعد. امال مش ولاد فلاحين، ولاد متربيين صح. دكتور فاروق الباز زوجته امريكانيه، انما بناته ال4 كل اسمائهم يعني عربيه قح. قلنا كريمه وسوريا وفيروز ومنيره. احنا بنتمنى لها السلامه والصحه ودايما بنسعد بوجودك يا دكتور فاروق. شكرا. بنسعد بيك تحققا وانجازا وحديثا كمان. كل شكر وفخر انك كنت معانا النهارده في حلقتنا، نورتها ونورتنا. شكرا جزيلا. Down 2.5, picking up some dust. 30 feet, 2.5 down. Big shadow. دي كانت أول محادثات بين مكوك الفضاء والقاعدة على الأرض. العالم كله كان بيحبس أنفاسه في تلك اللحظات. هل هينجح الإنسان إنه يحقق المعجزة ويحقق الحلم؟ البني آدم الضئيل هيقدر يحسب القوى الكونية بدقة ويخترقها ويخطو على القمر؟ Okay, Neil, we can see you coming down the ladder now. I'm at the foot of the ladder. المركبة هبطت على القمر وأرمسترونج مشي على سطحه وجري واتنطط وأخذ عينات. That's one small step for man. عشان نيل أرمسترونج يطلع على القمر كان في جيش من العلماء والمهندسين والفيزيائيين والكيميائيين والجيولوجيين على الأرض، هم اللي طلعوه وطلعوا معاه البشرية كلها لمستوى تاني من الإنجاز. دقق كده في الجيش ده، بص كمان هتلاقي واحد تعرفه شبهنا كده من السنبلاوين. أيوة، السنبلاوين كانت حاضرة اللحظة التاريخية دي. مصر ممثلة في ابنها فاروق كانت موجودة في ناسا. بس ازاي وصل هناك؟ رحلة غريبة من كفر طوخ لإقلام لمدرسته الابتدائية بدمياط. ده حتى أولى ابتدائي ما خدش شهادتها غير لما أخوه أسامة قعد يدرسه في منازلهم كل يوم عشان يعرف يدخل الامتحان. نجح فاروق الباز في امتحان أولى ابتدائي، ونجح كمان في أولى خطوات البشرية على القمر. عالم الفضاء المصري الدكتور فاروق الباز يؤكد من قاعدة كاب كانيفرال في ولاية فلوريدا
أنه في خلال وقت قصير سيترك الإنسان بصماته على القمر نفسه.